جديد يسعد صباحكم متابعي ومستمعي بوير اف ام بفقرتنا الحوارية من برنامج جعطر الصباح. عقدت هيئة الصحة في الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا قبل عدة أيام اجتماعها السنوي، تمخض حول عدة مقترحات وقرارات لتحسين الواقع الصحي، منها استحداث منشآت صحية في المنطقة. للمزيد معنا هلأ الدكتور محمود العبد الله، نائب الرئاسة المشتركة لهيئة الصحة في إقليم الشمال وشرق سوريا. يسعد صباحك دكتور. يسعد صباحكم، أهلا وسهلا فيكم. أهلا وسهلا بحضرتك. بداية نبدأ بالسؤال: ما هي المؤسسات التي شاركتكم في الاجتماع وأهم المواضيع والأمور التي تم نقاشها؟ بداية هيئة الصحة لشمال وشرق سوريا مهم. صباح عليكم وعلى كافة المستمعين ونكون يسعد ضيوفكم، صباحك يا رب. لأنه نعتقد أنه هذا الاجتماع كان اجتماع بالنسبة لنا اجتماع محوري وحساس، يعبر بشكل أو بآخر مهم. عن رؤية هيئة الصحة آه، الجديدة للعام 2024. مهم. عند قراءة أو بالأحرى عندما نعلم كيف قامت هيئة الصحة بدعوة الجهات التي يجب أن تحضر هذا الاجتماع، ندرك تماما أن هناك رؤية جديدة الآن مهم. في هيئة الصحة لإدارة عمل الملف الصحي في كل شمال، في كل مهم. إقليم شمال وشرق سوريا. مهم. طبعا بالإضافة لكافة هيئات الصحة في الأقاليم. مهم. كنا حريصين على أنه من انطلاقا طبعا من معرفتنا الحقيقية بأن الصحة لا تعني فقط الصحة الجسدية، وإنما تعني كل ما يحيط بالإنسان. مهم. كنا حريصين على دعوة رئيس البلديات مهم. لتحضر هذا الاجتماع. كنا حريصين على أن تكون البيئة أيضا هيئة البيئة حاضرة في هذا الاجتماع، مهم. وإيمانا منا بالدور الريادي للمرأة مهم. في إدارة القطاع الصحي ونهوض به. أيضا كنا حريصين على أن يكون هناك مجلس المرأة، وأن يكون هناك الكونغرستار، مهم. تفعيلا أيضا من هيئة الصحة وإيمانا بالمشاركة بالعمل الصحي مع الاتحادات مهم. الطبية. أيضا قمنا بدعوة ممثلي الاتحادات الطبية إلى هذا الاجتماع، بالإضافة لشريكنا الأساسي على الأرض الهلال الأحمر الكردي. مهم. من قائمة المدعوين نلاحظ سيدتي الكريمة على مهم. أن هيئة الصحة الآن أصبحت في إيقاع عمل جديد، يعني ينطلق من رؤية أكثر وضوحا نتيجة للتجربة وزخم الخبرة السابق. نعم. نعم. آه، جهات عدة ومؤسسات عديدة شاركت الاجتماع السنوي. المواضيع الأهم التي تم نقاشها دكتور محمود؟ في الحقيقة يعني بدأ الاجتماع يعني ضمن ضوابط الاجتماع العامة كلاسيكيا، مهم. بترحيبنا بالضيوف. وقام الرفاق زملائنا في أعضاء الهيئة الرئاسية في المجلس التنفيذي مهم. بطرح أو بشرح للوضع مهم. العام في شمال وشرق سوريا، ثم تم التطرق إلى بعض تفاصيل العقد الاجتماعي بعد توقيعه المتعلقة ببند الصحة. مهم. تلا ذلك قراءة شاملة للتقارير السنوية للعام 2023 من قبل كل من هيئة الصحة وكل المدعوين الذين كنا في سياق ذكرهم قبل قليل. مهم. بعد ذلك تخلله استراحات، ومن ثم كانت أهم المواضيع في الحقيقة التي طرحت للنقاش هي كيفية إدارة نظام القطاع الصحي، مهم. طبعا بما ينسجم مع النظام الصحي الذي تم المصادقة عليه من قبل المجلس التنفيذي. كما أن كان هناك نقاشا مطولا على آلية عمل وتشكيل المجالس الصحية بما ينسجم مع العقد الاجتماعي. مهم. أيضا تطرق الاجتماع إلى عملنا الدبلوماسي الذي نولي عليه الأهمية الكبيرة في النهضة بالقطاع الصحي وطريقة تطوير هذا العمل. آه، لأهمية التدريب ولقناعتنا الشديدة على أن كافة قطاعاتنا الصحية الإدارية منها والمهنية لن تتطور إلا بالتدريب. كان هناك أيضا حديثا شاملا مهم. وواسعا ومناقشة مطولة بين رؤيتنا في هيئة الصحة لسياسة التدريب كيف تكون والتأهيل،
وناقشناها مع كل المقاطعات وكل الحاضرين. مهم. أيضا تطرق الاجتماع إلى آليات الجديدة التي تراها هيئة الصحة منسجمة مع النظام الصحي العام، وهي كفيلة بتطوير العمل الخدمي في المشافي، مهم. وكيف يتم تنظيم ومتابعة عمل الدواء. أيضا تطرقنا إلى موضوع مهم جدا ختمنا به اجتماعنا، كان لابد منه، وهو بند خاص متعلق بتعديل الشهادات الطبية غير السورية مهم. لكثرة الخريجين الذين لم تسعفهم الظروف للقيام بإجراءات التعديل أو المعادلة. نحن ننظر إلى هذا الأمر بعين الاهتمام، وأوليناه أهمية كبيرة، وسوف يكون له بند خاص، أو سوف يكون له ملف خاص تتابعه لجان منبثقة مهم. نتيجة مشاركتنا بهذا الملف مع زملائنا في منسقية مهم. الجامعات لشمال شرق سوريا. نعم. هذه أغلب النقاط التي تعرض أو التي تطرق لها اجتماعنا السنوي مهم. الذي يعقد في يوم 7/2 الماضي. دكتور محمود، أعلنتم عن استحداث منشآت صحية في المنطقة. ما هي المراكز الطبية والمنشآت التي تطمحون لتفعيلها؟ في الحقيقة هيئة الصحة معنية بالتنسيق، مم. والتنسيق عالي المستوى مع كل المقاطعات والهيئات الموجودة في هذه المقاطعات، الهيئات المعنية بالشأن الصحي. نعم. تقوم فرق مختصة في هذه المقاطعات مشاركة مع هيئة الصحة بمحاولة أو بالخروج بخارطة صحية مم. لتبيان مواطن الضعف في تقديم الخدمة الصحية، سواء على مستوى الرعاية الأولية مم. أم على مستوى الرعاية الثانوية. هذه اللجان تقوم بتزويد هيئات الصحة في المقاطعات برؤاها، تتم المشاركة مع هيئة الصحة في هذه الرؤى، ويتم طرح الاقتراحات من قبل هيئة الصحة على ضرورة تفعيل بعض النقاط الطبية المعنية بالرعاية الأولية أو الرعاية الثانوية. نحن في هيئة الصحة لشمال وشرق سوريا طبعا لدينا مشاريع تعنى برؤانا الاستراتيجية لتطوير القطاع الصحي عموما في كل شمال وشرق سوريا مم. كثيرة. المنشآت الطبية التي يتم الحديث عنها في المقاطعات نتابعها عن كثب، أغلبها مستوصفات، مم. وهناك مشاف جديدة تحدث، مم. كما أن هناك نقاطا طبية قد تغطي بشكل أو بآخر العجز في بقعة جغرافية ما مم. على امتداد مقاطعة. إذا لديكم أيضا خطط لإنشاء مشافي جديدة دكتور محمود، وتزويد المناطق التي لا يوجد فيها مراكز أو مشافي. أنا أعيد وأكرر على أن هذا الأمر منوط بالدراسات على الأرض. مم. الفرق التي تقوم بهذه الدراسات نعم. مشاركة مع المنظمات العاملة في مم. القطاع الصحي في شمال وشرق سوريا، مم. مشاركة مع هيئات الصحة في المقاطعات، تقوم بتزويد مم. تزويد الهيئة بالرؤية الكاملة والواضحة لإنشاء منظومة صحية على مستوى رعاية أولية أم رعاية ثانوية ثانوية. في منطقة ما. نقوم بالنقاش بهذا الموضوع. كما تعلمين سيدتي الكريمة بأن هذا الموضوع له جانب أو شق مادي مهم، نعم. كما أنه يتعلق أيضا بالوضع السياسي الموجود في إقليم شمال وشرق سوريا. مم. هناك أكثر من جانب يتعلق بإنشاء نقطة طبية على مستوى مستوصف أم على مستوى مشفى. مم. هذا الموضوع يخضع للنقاشات، ولكن بشكل عام مم. نحن مع زملائنا في الهيئات في كافة المقاطعات حريصون على أن لا تخلو بقعة جغرافية تغطي أو تقوم بتخديم كم معين من المواطنين. نحن حريصون على أن يكون هناك مرفق طبي لتخديمهم. نعم. تحدثتم أيضا عن إنشاء مخبر للأدوية لمنع دخول المستحضرات الطبية المزيفة. دكتور، لو نتحدث عن عملية إنشاء هذا المخبر. في الحقيقة هذا من ضمن المشاريع الاستراتيجية مم. في هيئة الصحة لإقليم شمال وشرق سوريا. نعم. أنتم تعلمون والسادة المستمعون يعلمون على أن على أننا نعاني في شمال وشرق سوريا
في هذا البلد، في هذا الدواء. نعم. طبعا لا نحمل أنفسنا ولا نحمل زملائنا في مواقع إصدار القرار هذه المسؤولية، ولكن الظرف السياسي الموجود، مم. الحصار الموجود، نحن بشكل أو بآخر هذا البند محاصرون فيه بشكل كامل. مم. إدخال الدواء يتم عن طريق مستودعات للدواء موجودة في شمال وشرق سوريا. نحن نعلم تماما على أن الطريقة لإدخال الدواء طريقة صعبة جدا، بالإضافة للدواء الذي تقوم بإدخاله المنظمات العاملة. نعم. ولكن هذا الدواء الذي تقوم بإدخاله المنظمات العاملة في شمال وشرق سوريا مم. لا يغطي حاجة السوق، ناهيك عن وجود المستودعات التي أيضا تشكو من هذا الباب نتيجة صعوبة تأمين هذا الدواء وكيف يصل إلى مواطني شمال وشرق سوريا. مم. في شمال وشرق سوريا هناك معملان للدواء مرخصان أصولا، مم. بالإضافة إلى الأدوية التي تأتي من الخارج. نحن حريصون تمام الحرص على أن يتم تزويد المواطنين بدواء يحظى بمعايير قبول عالمية، أن تكون نسبة الجودة فيه مضبوطة عالميا ضمن معيار عالمي. لذلك ذهبت هيئة الصحة إلى فكرة إنشاء مخبر لتحليل الدواء. هذا المخبر نحن نراه حاجة استراتيجية بالنسبة لنا. مم. الهدف الأسمى من هذا المخبر دون الدخول بتفاصيل إنشائه، والمزمع أن يكون والمتوقع أن تكون هذه الفكرة وليدة الأرض، أو يعني موجود هذا المخبر على مستوى الواقع، متوقع أن يكون في أواخر 2024. مم. نتمنى أن يكون قبل ذلك. الهدف الأسمى قلت لك سيدتي من مم. هدف إنشاء أو الفكرة بتحديث أو بالأحرى إنشاء مخبر للأدوية مم. هي أن يكون المواطن سليما معافى يتناول دواء ذا معيار عالمي. كما أن هناك هدفا آخر، أن نقوم بضبط كافة الأدوية الفاسدة والمغشوشة مم. والتي ثبت لنا أن بعضها متواجد في إقليم شمال وشرق سوريا، طبعا من بعض ضعاف النفوس. هذا الأمر أمر يعني قد يوجد في أي دولة في العالم متطورة، يعني لا مم. يعني فقط أننا في إقليم شمال وشرق سوريا معرضون لذلك، الكل معرض لذلك بما فيها دول الجوار. نعم. ولكنها تمتلك معامل ومخابر الأدوية، نحن لا مم. نمتلك. مم. نحن في صدد الدراسة الآن التنفيذية مم. في إنشاء هذا المعمل الاستراتيجي أو المخبر الاستراتيجي المهم. نحمد الله على أن لدينا كوادر بشرية مؤهلة مم. للقيام بهذه الدراسات مم. وللخلوص إلى نتيجة نطمح من خلالها أن يكون المعمل مم. أمام رؤى أعيننا في القريب العاجل إن شاء الله. إن شاء الله. مشروع هام جدا. دكتور، كيف، بالحديث عن موضوع آخر، كيف تراقبون أداء عمل المؤسسات الصحية؟ وهل هناك من تغيير في سير خطة الرقابة لهذا العام؟ من ضمن ذكرت سابقا بأن إحدى محاور النقاش في مم. الاجتماع العام كانت سياسة هيئة الصحة نعم. بالتدريب والتأهيل كيف تكون. مم. في الحقيقة من ضمن أهم هذه النقاط، هيئة الصحة الآن بصدد وسترى هذه المكاتب النور عما قريب مم. إن شاء الله، بصدد مم. إنشاء ضوابط رقابية عبر مم. مكاتب خاصة للرقابة. مم. نحن نقوم بتلقي التقارير الشهرية من كافة المقاطعات فيما يخص هيئات الصحة العاملة في هذه المقاطعات. مم. هيئات الصحة العاملة في هذه المقاطعات لديها فرق على الأرض تقوم بجولات تفتيشية وجولات رقابية، وتقوم أيضا بالمشاركة مع الاتحادات في فرض الجزاءات والغرامات الموجبة حسب ضوابط معينة معمول فيها مم. بالمقاطعة. نحن مطلعون على ذلك. سوف يكون مكتب الرقابة بشكل أو بآخر في هيئة الصحة هو المنسق ما بين مكاتب الرقابة الموجودة في كل المقاطعات. نحن حريصون على أن تتم مشاركة هذه العملية مع زملائنا في الاتحادات المعنية. هذا الأمر بشكل أو بآخر سوف يخلق نظاما صحيا معتدلا. وجود الرقيب بشكل أو بآخر هو ليس لإنقاص أو بالأحرى ليس لعرقلة العمل، وإنما هو الهدف منه بالحقيقة رفع سوية هذا العمل.
مهم. وتشجيع الرقابة الداخلية ضمن دورات التدريب والتأهيل التي تقوم بها هيئة الصحة مشاركة مع المقاطعات، أيضا سوف يكون له الدور الكبير في ضبط أداء عمل المؤسسات الصحية في كل إقليم شمال وشرق سوريا. هذا مهم. ما نأمله. مهم. دكتور، فيما يتعلق بالقوانين المتعلقة بالأنظمة والمؤسسات الصحية بالمنطقة، هل لديكم أي خطط لتغيير هذه القوانين؟ نحن حريصون، وقد ذكرنا هذه النقطة مم. باستفاضة ضمن اجتماعنا السنوي، نعم. نحن حريصون على أن تكون القوانين المتعلقة بالأنظمة والمؤسسات مم. الصحية في إقليم شمال وشرق سوريا نعم. منسجمة تماما مع النظام الصحي العام المعمول به في شمال وشرق سوريا، مم. بشريطة أن لا تتعارض بشكل من الأشكال مع ما تم المصادقة عليه في بنود الصحة العامة بالميثاق. مم. حريصون على ذلك. هل لدينا خطط لتغيير هذه القوانين؟ في الحقيقة أنت تعلمين سيدتي على أن القانون يوضع حسب الظرف الراهن. إن كان هناك لابد من تغيير نص معين في هذه القوانين فسوف يخضع ذلك للتجربة مم. والمناقشة والمشاورة. لا يمكننا بشكل أو بآخر أن نمارس دورا مركزيا في تغيير القوانين المتعلقة بعمل أداء المؤسسات الصحية إلا بالتشاور. نحن مم. هيئة بشكل أو بآخر نحترم جدا ما ورد في الميثاق، نؤمن تماما باللامركزية، نؤمن تماما بأن دورنا تنسيقي ولكنه تنسيقي فاعل. إن كان لابد من تغيير بعض القوانين فسوف يكون ذلك بتشاور، مم. شريطة أن تثبت هذه القوانين المعمول بها بأداء المؤسسات الصحية أنها لم تقم بتطوير هذا العمل المؤسسات، مم. وأنها لم تكن في خدمة المواطن حتى النهاية. مم. نحن حريصين عندها أن نناقش ونقوم بتغيير هذه أو هذه البنود أو هذه القوانين المعمول بها بالمؤسسات الصحية. نعم. مم. دكتور، يعني أسأل حضرتك أيضا إن كان هناك قوانين ترون أنها بحاجة للتغيير أيضا. في الحقيقة يعني لا أستطيع ما نراه أنه مم. عرضة للتغيير لا نستطيع بشكل مم. أو بآخر أن مم. نسميه بين مم. قوسين تحت مسمى. نحن في كثير من الأمور نرى مم. بأن هناك ضوابط مم. ليست من ضمن القانون معمول فيها في القطاع الصحي. نعم. هذا طبعا ما قام به أو ما نبهنا عليه أيضا مم. زملائنا العاملون في المنظمات الإنسانية الذين قاموا بتقييم للواقع الصحي في إقليم شمال وشرق سوريا، مم. منها المعاينات الأطباء، منها أسعار الدواء، منها بعض الممارسات الفردية التي تطغى إلى عرف في بعض مم. المؤسسات، هي مم. قليلة ونادرة بالحقيقة. حتى لا أظلم القطاع الصحي، هي قليلة ونادرة. هذه الممارسات التي قد يسميها البعض من مرتادي القطاع الصحي بأنها ضابطة وقانون، نحن لا نراها لذلك، ولكننا نرصدها ونقوم بمتابعتها ونقوم بتفعيل النظام الداخلي المعمول فيه سواء في مشفى أو في مقاطعة. مم. نحن حريصون تماما على أن يكون لهذه الضوابط المعمول بها في القطاع الصحي في أي مقاطعة في إقليم شمال وشرق سوريا أن يكون أثرها إيجابي في تقديم خدمة صحية ذات معيار وجودة عالميين. نعم. نعم. دكتور، لو نتحدث أيضا عن مشاريعكم للعام الفائت، ماذا أنجز منها وماذا بقي لهذا العام لم ينجز بعد؟ في الحقيقة سبق أن تطرقت لهذا الموضوع مم. بشكل موارب نعم. عندما قلت بأن هيئة الصحة لشمال وشرق سوريا كان الهدف أن تقوم بتطوير هيكليتها الإدارية، مم. وأن تقوم بإنشاء مكاتب ذات فعالية، وأن يكون لأجسام هذه المكاتب صدى أو ارتداد أو ممثلية في المقاطعة. أن يكون هناك جسم في هذا المكتب، أن يكون جسم آخر في مقاطعة أخرى وإلى آخره، حسب طبعا خصوصية هذه المقاطعات. آه، خلال العام 2023 كان الظرف خاصا جدا فيما يخص الوضع العام في إقليم شمال وشرق سوريا. لم نكن متقاعسين بطرح مشاريع استثمارية، ولكن كنا حريصين تمام الحرص على أن يكون عمل القطاع الصحي ضمن
المعايير المقبول بها لدى المواطن. مم. كنا متابعين للمشاريع التي أنجزت والتي كانت في صدد الإنجاز مم. في كل المقاطعات، والتي ما زال البعض منها قيد الإنجاز ويخضع للمتابعة. كنا حريصين على متابعتها. هيئة الصحة تمارس دورا رقابيا تنسيقيا حتى في طرح هذه المشاريع. لنا أفكار مم. في المستقبل القريب وضمن الخطط في العام 2024 مم. على أن تكون مشاريع هيئة الصحة هي مشاريع استراتيجية مم. قد لا تنجز في سنة أو سنتان، يكون لها خطة طويلة الأمد. ولكن هذا المشروع الذي نقوم بالتفكير فيه، الذي نقوم بدراسته، الذي نقوم بتسخير لجان للإحاطة بكل خفاياه، نحن نعلم تمام العلم على أنه سوف يكون مشروعا استراتيجيا يخدم كافة مواطني شمال وشرق سوريا، بغض النظر بأي بقعة جغرافية يكون هذا المشروع. هيئة الصحة لا تفكر أن تقيم مشروع فقط في الرقة أو في منبج أو في الحسكة أو في الجزيرة أو لا لا، نحن ننظر بعين الاهتمام وبعين الدقة والمتابعة على أن تكون المشاريع الفاعلة مختارة بشكل جيد ضمن مقاطعة. على سبيل المثال، نحن نقوم الآن بتوسعة لمشفى القلب والعين، مم. وهو موجود في الجزيرة. هذه التوسعة نحن نراها هدفا استراتيجيا، لأننا نعتبر بأن مشفى القلب والعين هو أيقونة القطاع الصحي في شمال وشرق سوريا، قدم خدمات جديدة. وأعتقد أن الجميع يشاركني بهذا الرأي نعم. على مستوى المسؤولين وعلى مستوى المواطنين. نعم. مم. دكتور محمود، قلتم ستقومون أيضا بإعادة النظر بأجور العاملين في القطاع الصحي. هل هناك من زيادة في الرواتب وأجور العاملين لديكم؟ نحن نرى مم. في هيئة الصحة لإقليم شمال وشرق سوريا على أن بعض الأجور لا تتناسب مع طبيعة العمل، نعم. ولكننا نعلم يقينا بأن هذا الطرح الذي نتولاه أو الذي نتحدث عنه، مم. نحن من العقل بما يكفي أنه يخضع لأمور أخرى. آه، كما أنت تعلمين الوضع الصحي، عفوا، الوضع المالي مم. الذي نحن فيه، خاصة بعد أن تم استهدافنا من قبل العدوان التركي الغاشم الذي قام بضرب البنى التحتية التي هي عصب وشريان الموارد المالية في شمال وشرق سوريا. نعم. نحن ندرك تماما على أننا مع إيماننا بأن القطاع الصحي يستحق ضمن الجهود التي يبذلها أجورا أعلى مم. تتوافق مع ما يتطلبه السوق، ولكننا أيضا عاقلون بما فيه الكفاية، كما قلت لك، أن ندرك بأن الوضع الآن يستحق تريث قليلا، مم. يستحق أن نتريث قليلا. لا نريد بشكل أو بآخر أن نضغط على زملائنا في جهات أخرى بصدد رفع الأجور دون النظر إلى زوايا أخرى. هناك ارتدادات لرفع الأجور نحن نعلمها وزملائنا يعلمونها، ولكننا بشكل أو بآخر هذا الموضوع نوليه العناية، مم. وسوف يخضع للدراسة والنقاش مع زملائنا في المجلس التنفيذي وزملائنا في هيئة المالية مم. لإقليم شمال وشرق سوريا. إذن لا زال في طور النقاش موضوع زيادة الرواتب وأجور العاملين لديكم في القطاع نعم. الصحي. دكتور، هل أيضا هناك من اتفاقيات وعقود مبرمة بينكم وبين المنظمات الصحية خارج المنطقة لتحسين الواقع الصحي في منطقتنا؟ في الحقيقة هيئة الصحة شأنها شأن كل هيئات الصحة العاملة في المقاطعة، مهم. لا تتعامل مع أي منظمة أو مؤسسة صحية خارج إقليم شمال وشرق سوريا إن لم تكن موجودة على الأرض، مم. وأن تكون حظيت بموافقة المكاتب المعنية ومن ضمنها دائرة شؤون المنظمات. مم. هذا بالنسبة لنا يعني خط فاصل في التعامل مع المنظمات. نحن نقدر تماما الصحة الخدمات الجليلة التي تقوم بها المنظمات العاملة في إقليم شمال وشرق سوريا، وعلى رأسها منظمة الصحة العالمية. بشكل أو بآخر هذه المنظمات تقوم بإبرام مذكرات تفاهم مم. ضمن مشاريع معينة، مباشرة تقوم بعلمنا، نعم، مع هيئة الصحة الموجودة في المقاطعة.
أعلى سوية دبلوماسية تم التعامل بها مع المنظمات مم. في الحقيقة هو كان اجتماعنا مع أكثر من 23 منظمة. مم. وفد من هيئة الصحة اجتمع مع هذه المنظمات ضمن تحالف معين في عمان، في العاصمة الأردنية مم. عمان. نأمل بشكل أو بآخر أن يساهم أو أن تساهم مخرجات هذا الاجتماع مم. بالنهوض بالقطاع الصحي بشكل كامل. نحن على تواصل تام، والفريق المختص في هذا الشأن يعقد اجتماعات مكثفة حول هذا الموضوع. مم. نراها بشكل أو بآخر أنها سوف تقوم بتطوير القطاع الصحي والنهوض به وتحقيق جودة في تقديم الخدمات الصحية، مم. والانتقال حالة الطلب الإسعاف المستعجل إلى حالة التعافي المبكر. هذا ما نأمله من مم. ذلك. دكتور، الاجتماع اللي تحدثت عنه بعمان متى كان؟ في الحقيقة كان في بداية الشهر أو في الشهر الفائت. مهم. تمام 17 و 18 الشهر كان. مم. شاركت فيه ممثل فريق ممثل عن هيئة الصحة بإقليم شمال مشرق سوريا، من جسمه طبعا أيضا بعض الزملاء في الاتحادات. نعم. هذا الاجتماع تم عقده في العاصمة الأردنية عمان. مهم. كان هناك بث مباشر لهذا الاجتماع، نقاش مطول مع فريق أيضا آه، عبارة عن فسيفساء صحية في إقليم الجزيرة. حضرنا هذا الاجتماع، مم. وتطرق الاجتماع على مدار يومين لأكثر المواضيع حساسية، والتي تراها المنظمات العاملة على الأرض، والتي قامت بدراسات مكثفة عن الواقع الصحي، مم. تراها مشاكل يجب تجاوزها عبر آليات معينة خلص إليها المؤتمر. الآن نحن ننتظر مم. من الفرق المختصة، سواء كانت في هيئة الصحة مم. أو في الجانب الآخر، أن تقوم بتفعيل ما تم إيراده ضمن هذه الاجتماعات والنقاشات، مم. أن يكون هناك جسم إداري على الأرض يعنى بتفعيل هذه المخرجات، بحيث نصل كما قلت لك سيدتي إلى تقديم جودة صحية مقبولة وعالية. مم. دكتور، إذا بتحب تضيف أي شيء تفضل. في الحقيقة يعني أنا سعيد جدا للانضمام لكم، أنا سعيد جدا مم. أنه أكون معكم. ورسالة من هيئة الصحة لشمال وشرق سوريا باسم زملائي في الهيئة الرئاسية، باسم زملائي رؤساء الهيئات في المقاطعات، باسم زملائنا في المجلس التنفيذي. نحن نقول لشعبنا الكريم بأننا هنا لخدمته، لن ندخر جهدا حول ذلك، وليسامحنا الجميع عند حدوث تقصير، فهو ليس مقصودا البتة، وإنما هو ناتج عن ظروف معينة قد تكون قائمة. جزيل الشكر لحضرتك دكتور محمود العبد الله، نائب الرئاسة المشتركة لهيئة الصحة في إقليم شمال وشرق سوريا، وجزيل الشكر لكل العاملين في القطاع الصحي بمنطقتنا.